العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي، أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الرئيس الكيني يكمل زيارته للبلاد. دعوة لرفع كفاءة المرافق الخدمية في تسبيح. جهود لتطوير قطاع السياحة في إقليم أنسبة. السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة. الاتحاد الأوروبي يعلن ضم كرواتيا لمنطقة شنغن. النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية ومساعدة عسكرية ضخمة. قادر رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو البلاد قبل ظهر اليوم مختتم زيارته للبلاد التي استغرقت يومان بدعوة من فخامة الرئيس إسياس أفورقي، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار أسمر الدولي الرئيس إسياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. وبحث الرئيس الكيني مع الرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة تطوير العلاقات الثنائية والدفع بالشراكة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعكست الزيارة الأولى لرئيس ويليام روتو لإريتريا تحسين العلاقات مع إريتريا ومبادراتها لتعزيز دورها لضمان السلام والاستقرار والتنمية والتعاون والتنسيق في القرن الأفريقي. واتفق الرئيسان لعقد لقاءات مستمرة لتطوير مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون في قضايا القرن الأفريقي وأفريقيا. وبعد هذه المباحثات أصدرت إريتريا وكينيا اليوم 10 من ديسمبر مذكرة اتفاق تضمنت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وغيرها والتعاون التجاري والإقليمي. واتفق الرئيسان إسياس أفورقي وويليام روتو في مذكرة الاتفاق على العمل لتقوية العلاقات الثنائية الإريترية الكينية بما يخدم روابط الشعبين والتعاون الإقليمي. وبموجب ذلك سيتم إلقاء متطلبات التأشيرات لمواطني البلدين أثناء السفر من وإلى الدولتين وتعزيز التعاون في الاتحاد الأفريقي. وفي القضايا الإقليمية اتفقت إريتريا وكينيا العمل والتشاور المشترك للشراكة الإقليمية وإحلال السلم والأمن والتطور في منطقة القرن الأفريقي. وشدد الرئيسان إسياس أفورقي وويليام روتو على اتخاذ المبادرات الإقليمية لحل التحديات الراهنة إدراكا لأهمية تطوير التجارة والاستثمار الإقليمي. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد أقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكيني ويليام روتو والوفد المرافق لفخامته، كما تجول الرئيسان يرافقهما كبار المسؤولين في البلدين شوارع أسمر مشيا على الأقدام. ورافق الرئيس الكيني في زيارته للبلاد سكرتير مجلس الوزراء للشؤون الدفاعية عدن باري دوالا ونائب قائد هيئة الأركان جوفات كولي ناكو ومسؤولون وأعضاء برلمانيين. دعا مسؤول الخدمات السياحية في مديرية تسنية السيد تخل هيمنوت أمها للعمل الجيد من أجل رفع كفاءة المرافق الخدمية في المديرية. وأوضح وجود 360 مؤسسة خدمية في المديرية مقسمة على 3 مستويات، ومن أهم أهداف المكتب العمل بالتنسيق مع شركاء مراقبة الجودة والكفاءة ومتابعة الثروات السياحية ورفع وعي المجتمع. وأشار السيد تخل هيمنوت إلى تقديم المرافق الخدمية خدمات جيدة للزوار بالنظر إلى موائمة المدينة للحركة التجارية. وذكر اتخاذ خطوات قانونية لازمة بالتنسيق مع الشركاء على المؤسسات الخدمية التي تقوم بزيادة الأسعار على المنتجات المحلية من المشروبات والكحوليات، داعيا المؤسسات المنتجة منح اهتمام أكبر لكمية المنتجات الموزعة على المؤسسات الخدمية. وأوضح تكاثر المؤسسات غير القانونية التي تقدم الخدمات في الطرقات، داعيا إدارة المديرية لإيجاد حل سريع قبل استفحالها. وناشد كل من رئيس جمعية المرافق الخدمية في المديرية السيدة محفة أمانييل وعضو الجمعية السيد موسكو بهوت لمراقبة المؤسسات غير القانونية وزيادة توزيع كمية المشروبات ومنح اهتمام أكبر للخدمات الكهربائية.
أوضح قسم السياحة في إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي الذي عقده يومي 4 و5 من ديسمبر تنفيذ مهام جيدة لتطوير قطاع السياحة عام 2022. وقال المدير العام لقسم السياحة السيد سالم علي في التوضيح الذي قدمه القيام ببرامج التدريب والمراقبة ودراسات وتوثيق الموارد السياحية ورفع الوعي الصحي لعمال المرافق الخدمية. وذكر جمع مبلغ أكثر من 16 مليون نقفة من المرافق الخدمية لتطوير قطاع السياحة وتوظيفها لمصلحة الشعب والعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي لحماية المواقع الأثرية والتاريخية. وأوضح مسؤول الدراسات ومتابعة السياحة السيد فسها هبتة أنشطة الحماية الجارية للمباني الأثرية ودور العبادة والآثار والحيوانات البرية والغابات. بجانبه دعا مسؤول تصاريح العمل والرقابة السيد هبتة قبر منقستو لاتباع المرافق الخدمية قوانين وتعليمات السياحة والتحلي بالنظافة وحسن استضافة الزبائن. وأشار الاجتماع إلى برامج العمل لعام 2023. نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تأهيلية للمزارعين في حفظ واستخدام الأدوية الحيوانية والمبيدات الحشرية. وأوضح مسؤول مراقبة الثروة الحيوانية السيد ساميل أسملاش في الدورة التدريبية التي نظمت من 5 وحتى 8 من ديسمبر في مدينة عصب تأثير وأضرار الأدوية الحيوانية والاستخدام الجيد لها وكيفية حفظها. ودعا السيد سامي المزارعين لعدم استخدام الأدوية غير المرخصة والخالية من الاستعلامات والتي لم يتقرر عن طريق الخبراء الزراعيين، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في مراقبة التجارة غير القانونية للأدوية. كما قدم مسؤول وحدة مراقبة المحاصيل السيد ألكسندر برهاني فيما يتعلق بمراقبة استخدام أدوية الآفات الزراعية توضيحا مسهبا قائلا أنه يجب على المزارعين اتخاذ الحذر أثناء استخدام الأدوية كالتخلص من موانئ الاستخدام وأسلوب استخدام منسق للأدوية، وعليهم إدراك أن الأدوية هي الخيار الأخير وليست الخيار الأمثل، لذلك عليهم اتباع أسلوب منسق للمكافحة والتقليل من أدوية الآفات الزراعية. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعى تنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه من شهر أغسطس وحتى نوفمبر هذا العام. وأوضح مسؤول المكتب السيد حقوس قبرهوت أن العمل الذي جرى في جميع الضواحي اشتمل على صيانة الطرق والمجاري التحويلية للسيول والتشجير إلى جانب حماية التربة وحفظ المياه. وذكر بناء المدرجات الحجرية والترابية الحوضية والحفائر والمجاري التحويلية. فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وقع الملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بينما أكد شي أن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي والدول الخليج والسعودية. وقال رئيس الصين أن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا بين هذه الدول، مشددا رئيس الصين على أن بلاده ستعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة، مشددا على أن الصين ستغتنم فرصة إقامة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي لترسيخ الصداقة التاريخية وتعميق الثقة المتبادلة مع دول المجلس. وافقت دول الاتحاد الأوروبي على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن لحرية التنقل في يناير المقبل. في المقابل أعلنت رفضها انضمام كل من رومانيا وبلغاريا. وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر تبني المجلس قراره تأكيد رسميا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارا من الأول من يناير 2023. مع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو 27 في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية عند الحدود.
أقر مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانوني يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن. كما صدق مجلس النواب ضمن ميزانية الدفاع للعام 2023 على مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة ضخمة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار. ويسمح قانون الدفاع الوطني للعام 2023 بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 في رواتب الجنود وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعما لتايوان ولأوكرانيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع المقبل. تشتبه إدارة الطوارئ الروسية على أن الحريق الهائل الذي اندلع في مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو وأسفر عن سقوط قتيل نجم عن عمل إجرامي، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية. وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية أعلنت أن فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة 7000 متر مربع اندلع في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو. واشتعلت النيران في مركز التسوق في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية على بعد 7 كيلومترات عن مطار شيريميتيفو الدولي. في الختام لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. الرئيس الكيني يكمل زيارته للبلاد. دعوة لرفع كفاءة المرافق الخدمية في مديرية تسعير. جهود لتطوير قطاع السياحة في إقليم عنسبة. السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة. الاتحاد الأوروبي يعلن ضم كرواتيا لمنطقة شنغن. النواب الأمريكي يقرر ميزانية دفاع قياسية. حتى جديد اللغة يتقبل أجمل التحيات وأقول